تدرون منكر ونكير في الروايات أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيجون أول ليلة في القبر يسألون الشخص من ربك من نبيك. زين شلون الشخص يقدر يتخلص من سؤال منكر ونكير؟ خلينا نسمع السيد صباح شبان. وهناك تلقين ثالث مهم جدا كما يظهر من الرواية: بعد أن يهال التراب عليه وينصرف المشيع، بعد أن ينصرف المشيعون يبقى وليه ابن أبوه الموجود أخوه يضع فمه قريبا من تراب القبر وينادي: يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان. يقوم يعيد نفس التلقين، وهذا مهم ينفع الميت نفعا كبيرا كما يظهر من الرواية مضمونها أن الملكين يصلان في ذلك الوقت، منكر ونكير يصلان بعد ما التراب ينحاط، الناس تمشي ذاك الوقت يوصلون منكر ونكير. فلما يقوم هذا اللي برا ينادي يا فلان أعلى صوته، خليه يرفع صوته، لا يقول فشله، لا يقول أنا بالمقبرة. إذا أجا واحد يقول هذا ايش فيه، قول صيح، ما عليك من الناس، صيح شوية قربة إلى الله تعالى، انفع ميتك، انفعه. ماء الورد ما يفيده اللي تصبه على القبر، أو ما أدري الورود هم ما تفيده، ما فيها إشكال، ما أريد أقول فيها إشكال، لكن فايدة هم ما فيها، لا ماء الورد ولا الورد. لقنه هذا التلقين مهم. الرواية تقول مضمونها: في ذلك الوقت يصل الملكان. من يقوم هذا يتكلم فوق القبر، الملكان يقفان ما يتكلمون، يوقفون ينتظرون إلى أن ينتهي. لما ينتهي يلتفت أحدهما إلى الآخر ويقول: لقد لقن حجته، خلص قالوا له خلص خلينا نمشي احنا بعد. يعني هذه فعلا مصلحة عظيمة، خلص من مشكلة سؤال منكر ونكير.